هتعمل ايه لو قلتلك ان احنا داخلين على سنة 1726 مش على 2024؟ ما هي السنة دي ما تتقفلش كده، لازم تتقفل كبيرة، قفلة تليق بيها. المهم زي ما سمعت كده احنا اتغفلنا في 300 سنة، يعني حوالي 3 قرون، فترة مزيفة في التاريخ ما حصلتش اصلا بكل احداثها وشخصياتها وسلطاتها. وبما اننا مطولين فكوباية شايك اللذيذة وتعالى اقولك الفرضية الغريبة دي اسمها فرضية الوقت الشبحي او الفانتوم تايم هايبوثيسيس. سنة 1986 اتعمل مؤتمر دولي عن علوم الاثار في مدينة ميونخ الالمانية. هدف المؤتمر ده كان مناقشة التزوير التاريخي اللي عملته الكنيسة الكاثوليكية في وثائق القرون الوسطى، واتعرض في المؤتمر ده مستندات كتير جدا كلها تم تزويرها في زمن الامبراطورية. الوثائق دي كانت بتقول ان في احداث واتفاقيات وشخصيات كانت مذكورة في كتب التاريخ لكنها في الحقيقة ما حصلتش، يعني كانت من وحي خيال المؤلف. طيب مين صاحب الفرضية دي؟ ده كان واحد من ضمن اللي حضروا المؤتمر ده، وهو الباحث والمؤرخ الألماني هربرت إليك. الراجل ده خرج من المؤتمر وهو دماغه بتلف، يعني ايه نتغفل في 300 سنة يا جماعة؟ حصلت ازاي دي؟ المهم الراجل ده بعد ابحاث كتير جدا خدت منه 5 سنين ظهر سنة 1991 ونشر فرضية قلبت الاوساط البحثية في العالم كله، اسمها الفانتوم تايم هايبوثيسيس او نظرية الوقت الشبحي. الفرضية دي بتقول ان التقويم الميلادي اللي هو التقويم الجريجوري نسبة للبابا جريجوري 13 ده مبني على تقويم مزيف، وان الاحداث في الفترة ما بين سنة 614 ل 911 ميلادية معظمها ما حصلش اصلا، واللي حصل فيها كانت بتواريخ سابقة. ايه بقى اللخبطة دي؟ مين صاحب الدماغ المتكلفة اللي عمل كده؟ وايه الهدف من تزوير التاريخ؟ السبب الاول اللي قاله إليك كمبرر للفرضية دي هو ان كان في مؤامرة كبيرة عملها الامبراطور الروماني اوتو الثالث بمساعدة بابا الكنيسة سيلفستر الثاني والامبراطور قسطنطين السابع، وده بهدف تزوير التاريخ والتقويم مع بعض. وده لان الامبراطور اوتو كان عايز يؤرخ عهده والفترة اللي بيحكم فيها على انها سنة 1000 او الألفية الاولى الميلادية، وحسب معتقداتهم ان المسيح كان هيبعث تاني سنة 2000، فبكده هيكون ادى لنفسه اهمية دينية توصل لدرجة التقديس، علشان هو هيبقى حكم الامبراطورية المسيحية سنة 1000 والمسيح لما يرجع تاني هيرجع سنة 2000، فبكده تبقى قيمته في التاريخ نفس قيمة المسيح تقريبا. وده طبعا حسب تفكيرهم وقتها. يعني من الاخر الثلاثة دول استغلوا الفترة اللي كانت اوروبا بتمر فيها بوقت معروف تاريخيا باسم عصور الظلام او The Dark Ages، وقالوا لك كده في جهل ومحدش هيبقى مركز قوي يعني في موضوع التقويم ده، وقاموا حاطين 297 سنة على التاريخ الرسمي. وعلشان يحبكوا الكذبة ألفوا من عندهم أحداث وشخصيات تاريخية مشهورة جدا في التاريخ الأوروبي، زي كده الملك ألفريد العظيم حاكم بريطانيا والإمبراطور شارلمان حاكم ممالك أوروبا الغربية. الدليل الثاني اللي قاله إليك هو إن البابا جريجوري ال 13 اللي اتكلمنا عنه قرر إنه يوقف استعمال التقويم الجولياني أو The Julian Calendar ويبدله بنسخة معدلة منه سماها على اسمه Gregorian Calendar أو التقويم الجريجوري. التقويم الجولياني ده اتعمل سنة 45 قبل الميلاد، كان بقاله أكتر من 1600 سنة بيتم استعماله من أيام الإمبراطورية الرومانية. بس البابا جريجوري كان شايف إن في مشكلة، وهي إن السنة في التقويم ده كانت أطول من السنة الطبيعية بتاعتنا بحوالي 11 دقيقة تقريبا، وده مع مرور الزمن كان بيعمل لخبطة في التواريخ، يعني ممكن توصل إن مواعيد الأعياد الدينية تتغير، يعني مثلا الكريسماس يبقى شهر 1 بدل شهر 12، فحب يحط التاتش بتاعه وقام مغير التقويم وراح مزود 10 ايام زياده واجب كده من عنده. بس لما جه إليك وحسب الفرق في الايام اللي كانت عامله اللخبطه دي كلها في التقويم الجولياني لقاها تقريبا 13 يوم مش 10 ايام زي ما البابا جريجوري قال، يعني كده في 3 ايام فرق وكل واحد فيهم يساوي قرن من الزمن، يعني تقريبا 3 قرون ضافهم البابا جريجوري على التقويم الجديد بتاعه اللي العالم كله بيستعمله لحد النهارده، والثلاث قرون دول اصلا ما كانش ليهم وجود في التاريخ. الفرضيه دي ايدها البعض زي كده العالم الالماني هانز أولريتش اللي نشر ورقه بحثيه سنه 1995 قال فيها ان العصور الوسطى المظلمه دي ما حصلتش اصلا، بدليل ان ما فيش اثار للحقبه الزمنيه دي، وحتى اساليب البناء المعماري زيها زي اساليب الامبراطوريه الرومانيه. وفي برضه ناس كتير اختلفوا مع الفرضيه زي براين كوبرلين استاذ الفيزياء الفلكيه الامريكي اللي قال ان في احداث زي كسوف الشمس ومذنب هالي بتتفق مع الحسابات التاريخيه الحاليه، وما بين كده او كده مش مرتاحا. وطبعا اثبات او نفي النظريه دي محتاج ابحاث كتير ومقارنه اديان وتواريخ، بس السؤال هنا وبعد الفرضيه دي بالذات ايه يضمن لك ان العالم اللي عايشين فيه ده كله اصلا حقيقي؟ هابي نيو يير، هجيلكوا تاني، سلام.